مساء الخير عليكم متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم جيتكم فيديو جديد وحلو. قبل كل شي خليني اشوفكم هذا العصفور. طبعا اليوم دخل بالقفص مالتنا اللي على السطح. شوفوا طبعا كانت بيته مراية بالقفص فهو دخل عليها. طبعا حرام هذا ما يصير يتربى او واحد ياخذه ويربيه، لا هذا يموت. فلازم يعني يعيش يعني مو مال تربية مال بيوت، لا نهائيا. فراح افتح له الباب واخليه يطير ويرجع لحريته خطية. شوف بس شلون يطلع. طبعا هنا كانت الدنيا الصبح. هنا صار حبايبي وقت العشاء، وحبيت اراويكم اليوم راح اسوي لكم كباب عراقي طبعا بكلش طيب طعمه. جربوا حبايبي بهاي الطريقة. طبعا الكباب العراقي على اصوله المعروف. هنا عندي هنا هذا لحم راح ابدي اثرمه بايدي، لا تثرموه بالمثرامة حتى يصير طيب بايدكم احسن. وهنا راح احتاج طماطية وحدة وراس بصل كبير وبتيتة وكرفس. فقط هذه المكونات اللي راح احتاجها. راح احطهم بمحضرة الطعام. طبعا هذه محضرة يدوية مو كهربائية، لان الكهربائية راح تسويه ناعم فيصير مو طيب. فهنا اسويه على حسب الحجم اللي اني اريده. شوفوا يعني ما انثرم كلش ناعم، وسط كلش يعني حلو. هنا راح احتاج ملعقة كركم، ملعقة بهارات، وملعقة ملح، وكزبرة وكمون وفلفل اسود. فقط هذه المكونات اللي احتاجها للكباب. وملعقة معجون كبيرة. بعدها راح اجيب كوب طحين او كوب الا ربع من الطحين، يعني مو كوب كامل، ونص كوب مي، وابدي اعجن بيه. طبعا كلش سهل وبسيط، وتقدرون تسووا العشاء او للريوق ويا شاي كلش طيب طعمه. هنا خلونا نروح هسه على الطباخ ونقلي. طبعا طعمه كلش طيب. وعلى فكرة بنات، اذا سويتوا كباب حاولوا تحطون طحين اسمر حتى شوي يصير عندكم مقسب يعني، لان الطحين الابيض راح يسوي مثل العجين، واني خليت طحين اسمر. شوفوا هنا حبايبي شلون شكله صار كلش حلو واحمر. الف عافية عليكم حبايبي. واذا وصلتوا لهنا لا تنسون لايك والاشتراك. مع الف سلامة.